ابو تريكة يضرب بقوه وينتقد المانيا بسبب سوء التنظيم لليورو. قال الاسطوره محمد ابو تريكة فنيا المنتخب الالماني هينجح في البطوله دي، ولكن على المستوى التنظيم فهو فشل ذريع. في كاس العالم قطر 2022 هارونا كلام وحطوا ايديهم على بقهم، لا واحنا بقى هنحط ايدينا على عينينا علشان فعلا التنظيم سيء جدا وعندكم مشاكل وعندكم شغب وتسريب مياه الامطار الى ارضيه الملعب. ولعلمك ابو الكباتن مش ابو تريكة بس اللي انتقد، تخيل ان اكبر صحيفه في المانيا واللي هي صحيفه بيلد الالمانيه كان عندها الشجاعه انها تنتقد تنظيم بلدها، وشاهد شاهد من اهلها. ده غير فضيحه التميمه المزوره، تخيل رجل ارتدى تميمه وضرب تصاريح مزوره ودخل في افتتاح اليورو على ارضيه الملعب وقعد يحتفل بقى معاهم والامن نايم حضرتك. لا وكمان وثق كل ده في فيديو لانه طلع يوتيوبر. يا راجل اقسم بالله ده ما بيحصل في ادغال افريقيا. واكد ابو تريكة في ال10 شهور اللي فاتوا الجميع اتكشف، واوروبا وامريكا وكله اتكشف، وطلب من الشباب اللي لسه صغير اللي مبهور بالغرب ان هو يتمسك ببلاده ويكون ليه هويه. وختم كلامه: الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه.